السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات صفارة العميد. في حلقة النهاردة هنقدم تهنئة للمنتخب المغربي الشقيق لوصوله للدور قبل النهائي في كأس العالم بقطر 2022، وهنعلق على مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث في الدوري الممتاز، وهناخد موضوع هل دي بداية استقالات رؤساء اللجان الفرعية، عشان الكابتن حمدي سعد سامعين ان هو قدم استقالته من لجنة حكام بني سويف. خليكم معنا ولكن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني، وهناخد اول حاجه تهنئه للمنتخب المغربي الشقيق. بنقدم تهنئه من حلقات صفاره العميد حكومه وشعبا بمناسبه وصول المنتخب المغربي، وبنقول كل التحيه والتقدير للشعب المغربي والحكومه المغربيه بتاهل ورفع راسنا كعرب، وحد العرب كلهم ووصولوا للدور قبل النهائي. بنقدم التهنئه وكل الاحترام والتقدير للمنظومه المحترفه المحترمه، الاتحاد المغربي بقياده رئيس الاتحاد فوزي لقجع. طبعا كل التحيه والتقدير لاعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد، بيعملوا لصالح منتخب بلادهم وليس لصالح نادي معين او ناديين معينين. ما عندهمش نقاد شغالين نقد سواء على حق او باطل على طول. ما عندهمش نقاد واعلاميين يتكلموا او يفرضوا وجهات نظر او اراء معينه على مدير الفني للمنتخب المغربي، وسابوا وليد الكراكي يشتغل بحريه. ما فرضوش عليه لعيب، ما قالوش انت ما خدتش ده ليه، ولا هتاخد ده ليه، ولا انت ما تلعبش مباريات وديه عشان خاطر الدوري بتاعنا هيتاخر وهنخلص متاخرين. طبعا ما عندهمش الكلام دوت. كل التحيه والتقدير للاتحاد المغربي اللي عندهمش اعلام بيساند نادي واحد او ناديين على مصلحه، ويبدي مصلحه الانديه على مصلحه منتخبهم. كل التحيه والتقدير لمنظومه محترفه ما بتقفش قدام اي لاعب يجي له عقد احتراف خارجي، لان ده بيصب في الاخر في مصلحه المنتخب. لما بيبقى عندهم 100 محترف او 150 محترف، فلما اجيب 22 او 25 يبقى اجيب الكواليتي بتاعتهم عاليه. اللعيبه بتجيلي بره جاهزه تكتيكيا وفنيا وبدنيا جاهزه، ما بضطرش ان انا اوقف الدوري لشهور او لاسابيع عشان خاطر معسكر اعداد. بجيبهم قبل المباراه الوديه بثلاث اربع ايام، والسلام عليكم وعليكم السلام، وبعد المباراه الوديه وفرت. طبعا مش محتاجين هم مدرب اجنبي لان اللعيبه عندهم جاهزه، فبيجيبوا مدرب محلي وبيوفروا ملايين الملايين بدل ما تدفع في مدرب اجنبي. وزي ما احنا شفنا السنغال جايبين مدرب محلي، المغرب جايبين مدرب محلي بقياده المتالق وليد الكراكي، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وانا يعني انا بقول ان شاء الله، انا يعني اتمنى وبدعي من ربنا سبحانه وتعالى كل الشعب المصري وكل الشعوب العربيه تتمنى ان المغرب ان شاء الله تصعد للنهائي. وكل بني برضو كلامي يا جماعه، بصوا الفرق بين الناس بتدير اتحاد الكوره في المغرب وبين يعني ال 30 40 شخصيه اللي بقى لهم 30 سنه شيل احمد حط الحاج احمد، شيل احمد وحط الحاج احمد، وهي نفس المنظومه. عاوزين تغيير جذري، واتكلمنا كتير وهنتكلم في حلقات منفصله على المنتخب المصري. هندخل بعد كده على مباراه الزمالك وبيراميدز. كان طاقم التحكيم بقياده الحكم الدولي ابراهيم نور الدين، وبيساعده يوسف البساطي مساعد اول، وشهاب راشد مساعد ثاني، وحكم رابع خالد الغندور، وعلى تقنيه الفار محمد الشناوي، والاي فار احمد بكر. هنتكلم كده على السريع المباراه. كابتن ابراهيم نور الدين يعني عمل مباراه جيده. ملاحظين ان وزنه بقى كويس، يعني كان عنده وزن زائد الفتره اللي فاتت دي، انما اشتغل على نفسه كويس، ودلوقتي ما شاء الله القوام كويس. ادار المباراه بهدوء. ده لما ابراهيم نور الدين لما بيبقى نازل مركز في التحكيم فقط بيتالق ان هو فنياته كبيره. ادار المباراه بكفاءه. طبعا في اخطاء، بس اخطاء ما اثرتش في نتيجه المباراه، وفي نفس الوقت اخطاء بسيطه اي حكم ممكن يغلط فيها. فطبعا
صفاره البدايه اتعملت مرتين. يعني ده برضو احنا بنقول المفروض هو يشيك. على ما اظن الامور ما كانتش واضحه، بس على ما اظن ان احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ما كانش لسه جاهز او لسه بيلبس القفاز بتاعه، فما فيش مشكله خالص لو هو يرجع ويعمل ركله بدايه من جديد. في كان مطالبه بركله جزاء لزيزو لدفع محمد حمدي. انا شايف ان دي ما فيهاش اي حاجه خالص، وكوره عاديه، التحام عادي خالص. وزي ما قلت لكم يا جماعه، مش اي دفع احسب عليه ركله جزاء. الدفع ده لازم اشوف الدفع ده اثر على موقف اللاعب، او اثر على الكواليتي بتاعت اللعبه، او هل اللاعب هيلحقها ولا مش هيلحقها، هل كوره خطيره ولا مش خطيره. فطبعا انا مش بلعب باسكت زي ما انا قلت. وطبعا برافو الفار ما تدخلش، ما قالوش على شوف ولا اي حاجه، هي فيها دفع بس بسيط لا ترتقي للخطا. ده اللي احنا بنقول عليه. وشايفين كاس عالم بيبقى فيه دفع صارخ برضو ما بتتحسبش. فالكوره بتاع احمد سيد زيزو ومحمد حمدي ما فيهاش حاجه. تمام. في الدقيقه 91 كان لابد من انذار. دي من الكور الصعبه. حد يقول لي طب ما انت بتشكر في كابتن ابراهيم ودي؟ لا، لان دي كور مش صعبه، اللي هي بقى فيها يعني بيبقى فيها تهور وبيبقى على مشط الرجل وما بتبقاش واضحه من السرعه والقوه. طبعا بروتوكول الفار ما ينفعش يجيبه ويقول له ادي انذار. انما كوره يوسف اسامه نبيه في الدقيقه 91 ضد الباك رايت الناحيه الثانيه، ناحيه مساعد الثاني شهاب راشد، دي كانت تستحق خطا وانذار لدخوله بتهور على لاعب بيراميدز. طبعا دي كانت في الدقيقه 61 يا رب، كانت في الدقيقه 61. في الدقيقه 85 كان انذار مستحق لسامسون اكينولا ضد لاعب بيراميدز. عندنا في الدقيقه قلنا 90، الدقيقه 90 اللي هي كانت بتاعت يوسف اسامه نبيه، دخول بتهور على الباكرايت ناحيه شهاب راشد، دي كانت تستحق الانذار لدخوله بتهور. احنا بنتكلم على الدقيقه 61 كان احمد سامي كان يستحق الانذار لدخوله بتهور على احمد سيد زيزو ناحيه خط التماس ناحيه المساعد الاول. يبقى في الدقيقه 61 احمد سامي كان يستحق الانذار لدخوله بتهور على احمد سيد زيزو. وفي نفس الوقت برضه يوسف اسامه نبيه في الدقيقه 91 كان يستحق الانذار لدخوله بتهور على يوسف اسامه نبيه. في الدقيقه 92 اتحسب خطا غير مستحق لفخر الدين بن يوسف في الدقيقه 92. دي كانت منطقه خطر جدا. دي يعني دي زي ما بيقولوا ايه من الزحمه، انما هي خطا غير مستحق لبيراميدز. كانت ممكن يصفر عنها حاجه، الحمد لله ما اثرتش، انما كانت في منطقه خطر. فدي كانت خطا غير مستحق لبيراميدز بشكل خطوره. انا لي وجهه نظر بقى في اللعبه دي، ودي برضو انتوا يعني ارائكم تهمني. في الدقيقه 92 الكره اللي اتحسبت على يوسف اسامه نبيه ضد محمد حمدي زكي، انا شايف انها لا ترتقي للخطا، لان محمد حمدي هو اللي ناطق فوق عالي جدا جدا، ويوسف اسامه نبيه ما عملوش اي حاجه، بالعكس ده هو طالع ممكن يكون ساند عليه. فطبيعي لما بسند عليه من غير ما انا العب الكوره كمان ما لعبش الكوره، فطبيعي ان انا لازم انحني كده انحناء بسيط. فانا شايف انها لا ترتقي للخطا، وكانت هجمه خطيره لامام عاشور كان ممكن يحرز منها الهدف الثاني، او كانت ممكن تحتسب ركله جزاء. فدي كان خطا، ودي اللي اداها يوسف البساطي. فانا شايف ان هو تدخل غير مبرر من يوسف البساطي، لان اللعبه دي الالعاب اللي زي دي تقديريه. يعني هو الحكم هو اكتر واحد هو اللي يقدر يقدرها اذا كانت خطا او غير خطا. دي كانت مباراه، انما في المجمل ابراهيم نور الدين ادار المباراه يعني بهدوء، وادار المباراه، عمل مباراه جيده جدا. والمباراه كانت يعني زي ما بيقولوا ايه رائعه من جميع الوجوه. هنيجي بعد كده لاستقاله كابتن حمدي سعد رئيس لجنه حكام بني سويف. وانا بقول وحذرت من بدري دي مش هتبقى الاولى لو هو كمل عليها، لان مش حكام بني سويف بس، معظم حكام 95% من حكام مصر بيعانوا من الاسلوب اللي بتدار بيه اللجنه. الناس اللي كانت بتحكم في الدوري الممتاز مره واحده كده ما بيحكموش، بيحكموا في الممتاز به. الناس اللي في الممتاز به بيلعب كل فين وفين. يعني مثلا واحد زي عماد عطا من بني سويف يعني عمل ماتشين ولا اروع، واخد فيهم تقرير امتياز. الاسبوع العاشر ما خدش غير ماتشين. فحكام معينه تتالق ما تاخدش حقها، وحكام تخطأ سواء فوق او تحت ويديهم تاني، لان هم عاوزينهم. ودي سياسه هنبقى نقولها بعدين، ان في سياسه مفروضه على مارك كلاتنبرج، وده اللي احنا رافضينه. ودي بدايه الاستقالات على ما اظن كابتن حمدي سعد المحترم، لان الراجل
الموضوع جاي على صحته جامد جدا وبيبذل مجهود. زي ما قلنا ما ينفعش رؤساء اللجان بيبذلوا مجهود ويتعبوا لا بياخدوا مقابل مادي ولا حتى بياخدوا زي رسمي للاتحاد المصري اللي بيتوزع على اللجنه الرئيسيه. وقلنا الحاجات دي بتفرق جدا يا جماعه. فكابتن حمدي سعد من الناس القيمه والقامه الكبار اللي احنا قلنا ان رؤساء اللجان دول يا جماعه لا يقل اهميه عن اعضاء اللجنه الرئيسيه، ولابد من النظر ليهم. الراجل مصمم على استقالته لانه تعب، حكامه ما بتلعبش، مش حكام بني سويف بس، معظم في حكام كتير قوي في مناطق ثانيه ما بيلعبوش، وان كانوا لعبوا يعني الاسبوع العاشر تبص تلاقي حكم واخد ماتش واحد، يعني كمان 5 اسابيع الدور الاولاني هيخلص او 6 اسابيع هتبص تلاقي كل حكم لاعب من الحكام اللي هم الغلابه ماتش واحد بس او ماتشين بالكتير قوي. فطبعا انا وجهه نظري ان دي مش هتبقى الاستقاله الاولى لرئاسه لجان فرعيه، انما في القريب العاجل رؤساء اللجان الفرعيه لان عليهم ضغوط جامده جدا جدا من حكامهم، لان شايفين ان حكامهم مظلومه مش قادرين يعملوا لهم حاجه. فبالتالي انا ايه اللي يخليني امسك منصب وانا مش مستفيد منه بحاجه ومش قادر كمان اجيب حق الناس بتاعتي او حكامي او اولادي. فبالتالي دي انا متوقع ان دي مش هتبقى الاستقاله الاولى. وطبعا حكام بني سويف كلهم يستحقوا الاحترام والتقدير ويستحقوا اللي هم يلعبوا، وكلهم داعمين للكابتن حمدي سعد، وعلى ما اظن هيرفضوا رفضا باتا ان الكابتن حمدي سعد يقدم استقالته او يستمر في استقالته. والايام اللي جايه دي هيبقى فيها كده مشاكل، لان في حكام زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت مقدمين مذكرات شكاوي كتيره قوي لاتحاد الكوره على التجاهل اللي هم بيلاقوه. وانا قلت لكم ان في خطه مارك كلاتنبرج مفروضه عليه من الاتحاد، هو عاوز يمشي بيها وده ما ينفعش. مش كل واحد يجي يشتغل بمزاجه، مش كل واحد يجي يهد اللي عمله قبل كده ويجي يبدا من جديد عشان خاطر اضحي ب 95% من حكام مصر عشان خاطر 5% هم اللي عاوزينهم. ما ينفعش، واحنا قلنا الكلام ده حرام حرام حرام. تمام؟ فدي مش هتبقى الاستقاله الاولى لاحد رؤساء اللجان الفرعيه. دي كانت حلقه صفاره العميد النهارده، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من صفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.